الشيخ. ربنا يسترك يا ام احمد، اتفضلي. ايوه قولي. والنبي الله يبارك لك يا حضرة الشيخ. قولي. انا بنتي مشان ها يا حضرة الشيخ لقيته على السرير هنفتيه. ايه؟ جوزي ماله جوزها؟ لقيته على السرير 3 نبات. لقيتيه ايه؟ على السرير 3 نبات مع واحدة. انت لقيتي جوز بنتك؟ السرير. استني، انت لقيتي جوز بنتك على السرير مع واحده غير بنتك؟ بنتي. ايه؟ بنتي يا حضرة الشيخ. ايه انا مش سامع كمان. 3 نبات. استني بس، استني. يا حضرة الشيخ بالراحة. لقيتيه مع بنته؟ ولا مع بنتك اللي هي مراته؟ بنتي انا بنتي مراته. لقيتيه على السرير مع مراته؟ مراته. ما هي بتقول مراته دي. مع واحدة جايب واحدة. يعني جايب واحده غير مراته؟ يا حضرة الشيخ واحدة غير مراته. وانت دخلت كده كانوا سايبين الباب مفتوح؟ كانوا سايبين الباب مفتوح؟ لا كانوا سايبين. هو وياها على سريري 3 نبات. 10 نبات بس كانوا سايبين الباب مفتوح؟ 3. احنا بنحققه في كم مره؟ خباطي. وطي البتاع ده بقى عشان نعرف نتكلم. وطي التلفزيون، ابوس ايدك، هيلقطونا في اليوتيوب 3 ثواني غلط ويجرسوا الدنيا وهم مش فاهمين حاجه. يا رب المره دي يفهموا بقى. الدنيا معكوكه والاتصال جالنا تاني. وطي التلفزيون يا ام احمد. وطي التلفزيون بلا بلا لا. وطي التلفزيون. التلفزيون خلاص يا ام يا يوسف. طيب يا حضرة الشيخ الله يبارك لك. اسمعي اسمعي. جوز بنتي مسكته في مفتاح. مع مسكته مفتاح سامحها والإسراء على المصحف. سامح مين؟ جوز بنتي. ما هو انا سمعتها 40 مره يا ام احمد، ركزي معايا. ايوه. انت بتقولي انك شفتي جوز بنتك مع واحده تانية غير مراته. لا ده بنتي اللي شافته. وجت تحكي لك يعني تاخد رايي. ودي صريحه وروحها. وتعمل فضيحه. وهي بنتك روحها مسكته تاني اليومين دول مع واحده. مسكته. ايوه اصله كان بيجري وهي مشي جريت وراه ومسكته. يا ام احمد يا ام احمد. ايوه. كانوا سايبين الباب مفتوح. هي خبطت عليه فتح لها. برضه طبعا ما فتح لها بقى، يبقى شافتهم ازاي على السرير؟ كان جايب السرير معاه لحد الباب. يا ام احمد يا ام احمد يا ام احمد. كان جاي من جوه طاير بالسرير. هو واللي معاه على السرير وطار السرير. عمه فؤاد رايح اصطاد لغايه لما فتح لها الباب. ازاي شافته مع واحده وهو اللي قام فتح لها؟ يبقى زي ما قلت كده كان نايم على السرير والسرير عليه العشيقه وداس على الزرار في سنه 4000 والسرير عامل كده بنفس الهيئه اللي هم عليها عراة زناة وفتح الباب وقال ادخلي يا اللي ما تتسميش. خيال علمي بقى مفيش. واحده جوه. اما نحقق بقى علميا فقهيا. صوروا يا يوتيوب ويا بتوع اللقطات الحلوه صوروا، انا هساعدكم اهو. لما نحلل فقهيا لا تثبت هذه الجريمه اللي هي الزنا بمجرد انك تشوف 2 مع بعض على سرير. لازم تتاكد من تعريف الزنا انه محقق، يعني حد بيعامل واحده مش مراته على انها مراته. ما اقدرش افسر غير كده. افرض ده حصل، احنا قلنا ايه؟ قلنا حاله من ما بنقولش للست دي اقدري وعيشي معاه بالعافيه، ولكن بنقول لها مش هيلطك مجرم على نفسه. البيوت بتخرب وانا قلت اهو الاختيار اساسه غلط والجواز كله غلط الا من رحم الله. دي حاجه تانية صغيره جدا. احنا قلت يا نصلح
يا نتنيل على عينينا نستمر مع الوجع. ما هو ده من الوجع. انت مفكر يعني ايه؟ ده معناها ان واحده اكتشفت ان جوزها ده عينه زيغه وهيقرفها وهيضيع فلوسه على النسوان وعلى البنات وعلى الشات. هتلم مين وتربي مين عيال وهو ضايع وصايع وبتاع؟ يا تعالج وبالراحه وجواز واستقرار وانا خدمتك. ودي عايزه جامعه لوحدها. اوعى تفكر من كلمتين اتنين. ده لازم تتكلم ازاي وتقول امتى وفي اي الاوقات وتحاول تعمل ايه واي الخدع الشرعيه يجوز لها انها تعملها. دي مدرسه تانيه خالص. افرض ان الكلام ده صحيح وضبطت المرأة المسلمة زوجها مع امرأة أجنبية في فراشها وتأكدت أن هذا من قبيل الزنا والعياذ بالله الكبيرة المحرم شرعا. وتعمل إيه؟ تعمل إيه؟ قلنا حاجة من الاثنين. يا إما الراجل ده الله يهديه ويصلح حاله ويتوب وهي مش ملطوطة. يعني مش ملطوطة يعني مش هتشيل ذنب. مش هتشيل ذنب، هو اللي هيشيل الذنب. خلاص تقدر على كده وتربي ولادها وتقول يا رب وتقول يا رب في صلاتها. مش هتقول له دلوقتي في هذه الساعه انتوا عايزيني اقول اول ما افتح لها الباب لا تمسك سكينه كده ابقى انا نصير المراه كده ابقى انا راجل عكاك. دي واحده حصل فيه كده، حصل نفرض ان ده حصل. ايه بقى؟ ايه الحل الشرعي؟ الحل الشرعي ايه؟ ان البني ادم ده نسال له كلنا ربنا الهدايه، لكن هي خلاص صدمه وجت لها مصيبه ابتلاء ونكد وحل بيها. تعمل ايه؟ حاجه من الاثنين. يا هتقعد معاه اذا كانت فاهمه اللي انا بقوله ان ده غلط وانه ممكن يجي من بره عامل كده بس هي ما شافتش. هتفرق سنه بس هي ما شافتش. لا هو جاي من بره مستحمل ومبرفن او مش مبرفن عشان ما تقولوش خير يا حبيبي حاططها لك. نرجع للافلام تاني. مش عايزين افلام. احنا عايزين حد بيفكر بشرع ربنا. شرع ربنا ان هي تهون على نفسها لان خراب البيت بالنسبه لها كامراه ضعيفه غلبانه مسكين شويه تسيبه للحل التاني. تسيبه. انا قلت تقعد بالعافيه. انا راجل ابقى استاذ اسمه استاذ مش مدرس واقول كده تقعد وتعمل كده. هنلطش هنسرق كلام عايزين نفرج الدنيا على الغلط. هي براحتها عايزه تقعد وتتقبله. زي الهانم اللي بيتصل بيه اول حلقه انا قلت ايه؟ ساعتين بتعيط تقول اترجاه يرجعني والنهارده ما تقولش لا اسمي ولا عنواني. خلاص يبقى هو الراجل بقى عارف نفسه وهيروح يرجعك يا اختي وربنا يكرمكم ويشتغل. انا اللي ارجوه ده للمسلمين كلهم. لكن انا متاكد انه لا هيشتغل ولا هيتنيل وهيجيب عينه ثانيه تكون ضحيه وهيشحتوا بيها وممكن جدا تختم بسكينه بطنه او سكينه بطنها والاسوار تزيد 2 والبنتين يبقوا اطفال شوارع. امال الحياه يعني ايه؟ امال الحياه يعني ازاي تبقى حياه؟ ازاي تبقى حياه؟ واحد ما بيشتغلش أسود. واحنا عندنا الخطاب الديني 3/4 فلوس. ما الحياه كده. كلي واشربي وقري عينك. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. قرة عين لي ولك في قصر مش في خرابه. ما فيش حد بيتهنى بعياله في ضنك من العيش. ما حدش ممكن يسعد بولاده في عيشه ضيقه. وليسعك بيتك يعني خلي بيتك واسع واقعد في بيتك. لها تفسيرين عند مبروك عطيه. لما النبي عليه الصلاه والسلام قال لربيعه وليسعك بيتك واحفظ عليك لسانك يبقى ده معناه خلي بيتك واسع لك. ما تقعدش على القهوه وبيتك يبقى واسع. يعني اللي اوضتين يبقوا 3 والبيت الضيق يبقى واسع لان في اولاد هيكبروا هيبقوا شباب ولهم خصوصيات وحياه لازم تكون موجوده. انت عايزاه. انا بقول لي ارجع لها لان هي بايظه وهي بدل ما تموت ولا ترتكب جريمه ولا بتاع خليك معاها لغايه لما تموتوا بعض. يا اما ربنا بقى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. بس امر ايه بعد واحد عدى ال40؟ يبقى واحد في ال40 سنه او هي بتقول لي ما اعرفش كام و30 38 الا ربع وهتجيب له تورتايه ان شاء الله. تعمل جمعيه. هتعمل جمعيه وتجيب له تورتايه في عيد ميلاده. تخيلوا حضراتكم تخيلوا انا اقبل ده ازاي؟ وازاي تطلب مني ابقى ريلاكس وانا بسمعه وابقى مبتسم وانا بعرضه الا اذا قلت بحسن الوعظ